شهد اليوم جولة ميدانية للمهندس هشام الخولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخولي الخيرية من داخل مدرسة ميت بدر حلاوة للتعليم الأساسي. ناهيك بقى عن التاني ده كله باباه. مش هتعبك انت وش كمان خلاص، بس كل اللي امتلكه ده يتفك تاني وما يتصفيش لما يستعمل. واطمأن على الانتهاء من أعمال الانترلوك والدهانات والسباكة وخط الحريق. وانتقل بالجولة للمدرسة الفكرية بالمحلة لدعم أولادنا من ذوي القدرات الخاصة. ووعد المهندس هشام الخولي بتنجيل فناء المدرسة ودهان الواجهتين الخاصة بمبنى المدرسة وتجهيز صالة الألعاب الموجودة بالمدرسة. وأثناء الجولة وعد بتنجيل مجمع مدارس طلعت حرب كاملة. لا مش هنوصل الكلام ده، هيزيد الغيظ جواهم من دول. هم دول عندنا اهم قوي، بس برضه ما زعلش دول وخليهم يبصوا لبعض. انا كده بكبر الاعداء مني، لازم اشتغل هنا فوق. حضرتك الجنب ده بس؟ لا مش جنب بس، انا واقف هنا اهو، كل اللي هشوفه بعيني هنا ويشوفه هنا لازم يبقى واحد. يبقى ايه؟ انتوا كده بقى انتوا كده هكلفنا نفسكم اكتر. مش هينفع مش هينفع نسيب الدنيا زي ما هي كده. كان هنا بتاع النجيله، كان لف لك 2 3 متر انترلوك وينزل لك بالنجيله في النص، بقى المنظر اللي عن كل دي واحد. انا بفصل، هي كلها مدرسه واحده، بس انا بفصل ده عشان الاطفال بس افصله لكن ما افصلش الفيو نفسه ولا الواجهه ولا، ما هي دي مدارسنا ودي مدارسنا ودول ولادنا ودول ولادنا. ولا جايبينهم من حته ثانيه. تعليمات حضرتك؟ لا يا باشا مش تعليمات دي. وفي السياق ذاته انتقل بفريق مكتبه لمعهد ميت الليث الأزهري لتفقد المعهد بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد. الاسبوع ده لازم هي بقى لحد هيشيل الرش ده، هم كبرهم قوي يعملوا الرمل على النجيله ويروحوا، لكن اللي هيشيلوا الرمل بنفسه ونزله على النت. تسلمي. لا لو عرفت تجيب 2 3 معاك وتشيل الرش ده وتحطها لي، لا لو كده بقى استنى بالرمل. شيل الرش ده بس عشان يجي لك حد يقفل لك هنا ويحط لك الرمل. وتم تجديد المعهد من فناء ومسجد ونجيله ودهان الفصول وواجهة المعهد. وطالب الخولي من الموجودين بالمعهد الحفاظ عليه. وأنهى المهندس هشام جولته بمدرسة الشهيد عمر الديك الإعدادية بنات للإطمئنان على ما تم إنجازه من تعلية سور الفناء ودهان الواجهات وعمل الانترلوك. وأنهى الخولي جولته ووعد بالعودة لمتابعة الانتهاء من كل الأعمال على أكمل وجه.